كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نهزكم معايا ونديكم معايا في جولة صيفية مزيونة بزاف في واحد من اجمل المنتزهات اللي كاينين في تطوان، اللي كيعشقوه الكبار والصغار. هو سمير بارك، ولا كما كيعرفوه بزاف د الناس باكوا بارك. بلا ما نطول عليكم، يلا بينا نكتشفوا كل شيء على هاد البلاصه اللي كتجمع بين المتعه والراحه والاجواء الصيفيه الرائعه. سمير بارك هو منتزه مائي ترفيهي كبير كاين كيجي بين تطوان والمضيق، قريب للكابيله والمارينا سمير. فيه بزاف الحاجات اللي هما مزيونين بزاف. اول حاجه هو ان المسبح كبير كبير بزاف، وكاين حتى المسبح للكبار والصغار، يعني مسبح الناس كبار والمسبح للوليدات الصغار. وحتى كاينين العاب مائيه بزاف، الالعاب المائيه لاشكال وانواع. وش هنقول لكم، كاين حتى المطاعم والكافيهات باش تاكلوا وتشربوا وترتاحوا. على حسب تجربتي انا في اكوا بارك غادي نعطيكم بزاف د التفاصيل بالسلبيات ديالها والايجابيات ديالها. الا عندك طوموبيل ديالك غادي يكون احسن واحسن، غتمشي بلا زحام غتكوز 20 دقيقه، اما الا كان زحام غدوز في الطريق 25 دقيقه. ايام العطل والويكند بحال وانت ماشي في الطريق كتلقى اشارات كيدلوك على المسار اللي ماشي فيه الاكوا بارك. الا ما عندكش طوموبيل كاين تاكسي كبير من تطوان حتى للمضيق، ومن تما كتشبر واحد التاكسي اخر، وضروري ينزلك وتمشي شويه على رجلك، هذه ضروريه. ما يمكنش يدخل بك التاكسي حتى الباركي ديال الاكوا بارك. المنتزه الصيفي اكوا بارك ولا سمير بارك كما كيسميوه بزاف الناس كيفتح من 10 الصباح حتى 6 د العشيه. ايوا الا بغيتي تمتع التمتع بمعنى الكلمه هو تنوض بكري في 10 تكون في طوموبيلتك تشد الطريق وتكون تما مع 10:30 تكون تما باش تجوز النهار ديالك كامل. ومع 6 د العشيه تهزوا شطيطكم وتزيدوا مع الطريق، لان 6 د العشيه ما كاينش يزيدوا دقيقه تما. عندهم واحد القانون صارم، ولكن صراحه الله كاين واحد الحاجات بزاف مزيونين. على حسب التجربه ديالي في اكوا بارك كاين بزاف الحاجات ايجابيين وكاين حتى السلبيات. شنو كاين في اكوا بارك؟ بزاف الاسئله واسئله غنعطيكم اجوبه عليهم. بالمناسبه حنا ماشيين ونستافدوا من هذا الفيديو، ما تنسوش تبارطاجيو وتخليو التعاليق ديالكم بالتجارب ديالكم في اكوا بارك. اليوم غنعطيكم تجربتي في اكوا بارك. اولا نمشيو لاوقات العمل وشروط الدخول. كاينين التذاكر، ممكن احسن حاجه هو انك تقطع تيكي ديالك من الموقع. بعض المرات كيعملوا تخفيضات في الايام العاديه ولا في وسط السيمانه هكذاك. المهم نمشيو للايجابيات ومن بعد نوصلوا للسلبيات. الايجابيات، هاد البلاصه اللي هي اكوا بارك سمير بارك اللي كاينه في تطوان فيها واحد النقاوه ما نقول لكمش، نقيه 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 بزاف هاد البلاصه. وبلاصه محترمه بزاف، تمشي لا مع العائله ديالك، تمشي مع الوليدات ديالك. شنقول لكم النقاوه معتبره في هاد البلاصه هذه. كاينين حتى الناس اللي منقذين اللي كيراقبوا الناس ولا الوليدات الصغار، يعني كيراقبوا السلامه في المسبح. كيف قلت لكم كيصلاح للعائلات لانه محترم بزاف بزاف. فيه واحد المنظر بزاف مزيون، كيحمق فيه واحد المنظر وانتينا جالس وكتستمتع بالنهار ديالك، كتشوف قدامك الجبل وكتشوف قدامك حتى البحر. كاينين حاجات مزيونين في هذا المنتزه اللي هما المطاعم، وكاين الكافيات وسط هذا المنتزه هذا. كاينين مطاعم الا بغيتي تاكلوا تشربوا، وحاجات اخرين اللي هما نمشيو للسلبيات ونشوفوا. كيكون الدنيا عامره بزاف بزاف هنا، باش تتفادى هذا الازدحام اللي كيكون في هذا المنتزه من الاحسن ما تمشيش في النهايه ديال السيمانه، يعني نهار السبت والحد. مشي في باقي الايام ديال السيمانه الا السبت والحد، عرفتوا كتكون الدنيا تما بلان عامره. الثمن شويه طالع، خصوصا العائلات اللي عندهم العدد بزاف. على حسب السلبيات اللي كنذكر لكم، كتمشيو كتختاروا شي لعبه من هذوك الالعاب اللي رائعين تما
كتمشيو تختاروا شي لعبه. بعد ساعات اذا كان واحد الحظ سيء غتلقى شي زلاجه تما ما خداماش، وغادي يقولوا لك طبعا بان العمال د الصيانه ما جاوشي ما حضروشي، وكتلقاك ما استمتعتيش بهاد اللعبه اللي كتعجبك. واحد الحاجه اخرى اللي مزعجه، انا صراحه بالتجربه ديالي في اكوا بارك زعجتني بما فيه الكفايه. ما كاينش الظل ما كاينش في هذا المكان هذا، ما كاينش الظل. هذا هو واحد الحاجه اللي انا زعجتني بزاف بزاف، انه ما كاينش فيه الظل. ايوا نمشيو للماكله. شنو كاين تما في الماكله؟ واش كاين شي ماكله ولا ما كاينش؟ الماكله كاينه الصراحه، كاينه في وسط المنتزه كاين الماكله، ولكن الثمن ديالها طالع بزاف. اما باش تدي معاك الاكل ديالك راه ماشي مسموح. بالنسبه للتجربه ديالي انا في اكوا بارك، كنت اول مره ديت معايا الاكل ديالي، وديت معايا الساندويتشات والمسائل اللي كناكلو حنا في البحر وفي البيسين. ولكن هنا في هذا المنتزه ما كيبغيوش تدخل معاك الثلاجه ديالك اللي فيها الاكل والمسائل ديالك د الماكله. ومن الاحسن ما تديش الثقال ديالها كما وقع معايا انا. دينا معنا الثقال ديالها بلا ما دخلناها الماكله، بقات فيها. هادو من الشروط اللي صارمين في هذا المنتزه. وصلنا الاكل ديالنا من تما ومن وسط المنتزه كيف قلت لكم، ولكن صراحه الثمن راهو طالع. ايوا نمشيو. شنو كاين اخر؟ كاين شي نصائح غادي نقول لكم عليهم. النصائح الا بغيتوا ترتاحوا في هذا المنتزه، مشيو وسط السيمانه، ماشي في الويكاند كيف قلت لكم، ماشي في السبت وماشي في الحد. مشيو وسط السيمانه باش ما كيكونش شي زحام، وكتلقاو الاماكن اللي فيها تلقاو شويه الظل وترتاحوا فيها وتجوزوا النهار ديالكم بخير وعلى خير. نصيحه الثانيه، ديو معكم واقي الشمس ضروري، وديو معكم حتى الكاسكيطه باش الا اضطريتوا تجلسوا في الموطع اللي فيه الشمس ما تدوخكم شي ديك الشمس وطرن لكم الراس ديالكم. ديو معكم الكاسكيطه باش تحميكم من الشمس، وديو معكم الفواط ديالكم اللي هما المنشافات، وطبعا اللباس د السباحه. واحد الحاجه مهمه ونصيحه مهمه بزاف هي راقبوا ولادكم في المسبح. واخا كاينين منقذين وكاين الناس اللي كيسهروا تما على السلامه د الناس والوليدات الصغار، ولكن نتوما راقبوا وليداتكم خصوصا في المسابح اللي فيها الزلاجات واللي فيها شويه عمق. تما راقبوا وليداتكم بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا فاش يدخلوا للمنتزه فين غادي يحطوا الحوايج ديالهم، ما تخافوش، راه كاينين بعض البلاصات اللي مخصصه هاد المسائل هادو فاش تحطوا الامتعه ديالكم، وتديو معكم حتى المفتاح باش كيكونوا المسائل ديالكم والامتعه ديالكم في امان. وكاينين حتى حمامات للنساء وللرجال صراحه نقيين والنظافه كاينه. وهذا المنتزه ما نسيش هاد التفاصيل الصغيره وعامل بحساب كل شيء. وإلا بغيتو تديو التذكره ديالكم رخيصه شويه، غتمشيو تاخدوها من الموقع ديال المنتزه. غتمشيو للموقع ديال المنتزه، عندهم واحد الموقع رسمي ديالهم، من تما تقطعوا التيكي ديالكم ولا التذكره ديالكم، كيكون بعد ساعات تما تخفيض، عندهم تخفيض. اما الا عكستي ولا مثلا ممكن غتمشي تقطع التذكره ديالك من الباب ديال المنتزه. ديتكم معايا في جوله لسمير بارك اكوا بارك تطوان. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وكتبوا لي في التعاليق شكون اللي جرب هذا المنتزه وشنو الراي ديالكم فيه. واش كاين سلبيات، واش كاين ايجابيات، ولا كاين غير السلبيات، ولا كاين الايجابيات كثار صافي. وفي الاخر نهايه هذا الفيديو نقول لكم شكرا، واستناوني في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله.